السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة رمضان. النهاردة بقى ان شاء الله هعمل الفول. هدمس الفول. بصوا، الفول ده انا كنت نقعاه من بالليل للصبح، واول ما صحيت صفيته من المية. بصوا، اهم حاجة كمان الفولة تبقى اللي هي الفولة الفاتحة، ما تجيبيش الفولة الغامقة. تمام. هنحط بقى المكونات معاه ايه. هنحط حوالي كوباية من الفول المدشوش. ماشي. وهنحط كمان نص كوباية من العدس الأصفر. هحط عدس أصفر ليه؟ هيدي لون حلو فيه في الفول بتاعنا. ماشي. وكمان هنحط نص معلقة سكر، دي بتساعد على التسوية، وكمان بتخلي اللون بتاعه فاتح وجميل. خلاص. صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، واللهم بلغنا رمضان جميعا يا رب. هنجيب بقى الحلة بتاعتنا. الحلة غويطة، يعني تجيبي حلة غويطة أفضل وأحسن ليه، علشان يستوي الفول براحته وما يبقاش مخنوق في الحلة كده. تمام. هنحط بقى ايه على الحلة بتاعتنا دي. هنحط مية، بس مش مية كتير، يعني المية برضو ما تبقاش كتير، ما تقفوريش في المية علشان ما يصدش منك، ما يبقاش كله مية. ماشي. هحط بقى المية وارجع لكم. بصوا حبايبي، انا حطيت المية زي ما انتوا شايفين، يا دوبك بس غطت الفول. ماشي. هننزل بنص معلقة السكر. على كيلو من الفول هتحطي نص معلقة سكر. خلاص. هنديها كده تقليبة. ماشي. وهننزل بالفول المدشوش بتاعنا، وكمان هننزل بالعدس. ماشي. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا حبايبي، الطريقة دي افضل طريقة لتدميس الفول. عادي جدا ان لو انت ما عندكيش اللي هي الدماسة بتاعه الفول دي، مفيش مشكلة خالص، هتدمسيه في الحلة وهيبقى زي الفل. خلاص. هنرفعه بقى على النار. وهوريكم طبعا كل الخطوات والتكات والحركات، خطوة خطوة بإذن الله. خليكم معايا، هتطلعي شوية فول عظمة. بصوا بقى. الحلة اهي انا حطيتها على النار. النار بتاعتي اول حاجة بتبقى عالية شوية، زي ما انتوا شايفين كده. اول ما يبدأ اللي هو يغلي كده، يغلي معايا، هنروح مهديين بقى عليه النار خالص، وايه، ونسيبه بقى ايه يستوي براحته باذن الله، ويبقى زي الايه، زي الزبده السايب الايه، السايحه كده. خلاص، خليكم معايا. بصوا بقى حبايبي، هنا الفول بتاعي بدأ اللي هو يغلي. ماشي. بدأ اللي هو يغلي الفول، زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى اللي انا اوطي بقى عليه النار، واغطي الحلة بتاعتي لغاية لما تمسكي الحباية بتاعت الفول كده وتضغطي عليها، تلاقيها دايبة كده معاكي ما شاء الله. بصي، هنهدي بقى النار خالص. ماشي. ونغطي بقى الحل زي ما قلتلك، وهنسيبه بقى براحته خالص لغاية ما يستوي. بس طبعا كل شوية، كل 10 دقايق مثلا بتفتحي الحلة، بتديله تقليبة كده. وخلي بالك ما تخليهوش يزهري منك قوي. تمام، عشان تبقى الحباية كده ايه بحالها. خلاص. هسيبه زي ما قلتلكوا بإذن الله، وهرجع اوريهولكوا في نهاية الفيديو. خليكم معايا، محدش يروح في اي حتة. بصوا بقى هنا يا حبايبي، الفول ما شاء الله، شايفين الكمية عمل معايا 6 اكياس، غير طبعا الطبق ده هيبقى الكيس السابع. ما شاء الله، حلو جدا. بتخزنيه بقى في الديب فريزر عندك، وبتطلعيه ساعة السحور بقى بإذن الله. تظبطيه بقى ايه بالسمنة كده البلدي، بشوية الفلفل والملح والكمون، وتظبطيه حاجة كده ما شاء الله حلوة جدا. يعني عمل معايا 7 اكياس، هيقعد معايا 7 ايام ما شاء الله. اول ما يبدأ، لا يعني قبل ما يخلص مثلا بكسين، تقدري انك تعملي كمية تانية. وما شاء الله، بصي دايب ما شاء الله زي العسل ازاي.
جربوه ان شاء الله. تدميس الفول بالطريقة دي هتعجبكم جدا جدا، والطعم ما شاء الله حلو جدا. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، وكل سنة وانتم طيبين.